من أزقة الجزائر القديمة انبثقت مزغنة أو البهجة كما يحلو للبعض تسميتها. انتعشت الجزائر البيضاء بأبوابها الخمسة لتعانق عشق الكرة بأحضانها التاريخية منذ عشرات العقود. اعتادت أزقة العاصمة على الاحتفاء بالألقاب منذ زمن بعيد، واعتادت مدرجات مسرح خمس جويلية الكروي على حمل فن جماهيري أصيل بتوابل عاصمية لصنع فرجة كروية تشرف صورة الرياضة الجزائرية. ستشهد سهرة الجمعة بدءاً من الساعة 6 مباراة متأخرة عن الجولة السابعة من البطولة المحترفة الأولى بين الغريمين التقليديين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. جمعة غير عادية تشهد مجابهة ثأرية بين أعرق الأندية الجزائرية. ديربي عاصمي بنكهة تونسية سيقف على خط تماسه المدربان خالد بن يحيى ونبيل معلول، أين يعول الطرف الأول على مواصلة سلسلته الإيجابية منذ التحاقه بالعارضة الفنية لكتيبة المولودية، حيث لم يتلقى أي هزيمة. حقق تأهلا رفقة شبانه إلى ربع نهائي رابطة الأبطال، كما أهل النادي الأخضر والأحمر للدور السادس عشر لمنافسة كأس الجمهورية على حساب نجم بن عكنون. في الكفة المقابلة يتطلع معلول المنتشي بتأهلين متتاليين، الأول للدور ربع نهائي كأس الكاف في المركز الأول، والانتقال للدور السادس عشر من كأس الجمهورية على حساب أولمبيك المغرن. وبالعودة قليلاً إلى الإحصائيات، نجد أنها المباراة رقم 114 في كل المنافسات، ب41 فوزاً للمولودية، 32 للاتحاد، و40 تعادلاً. أما في مباريات البطولة فتعادل الفريقان ب26 انتصاراً لكل واحد منهما مقابل 37 تعادلاً. لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، نتيجة الفوز ستكون هامة للطرفين. الفوز للمولودية يقربها من اقتناص الصدارة، وبالنسبة للاتحاد الانتصار يؤدي لافتكاك وصافة البطولة. فلمن ستكون الغلبة هذه المرة؟